مساء الخير، مساء الورد لعيون أحلى متابعين. شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله الكل بخير. متابعيني، اليوم راح نسوي كيكة البرتقال، كيكة هشة وإسفنجية كلش طيبة، مثل ما تشوفون طرية، ريحتها تجنن، لونها على أصفر. صراحة كلش مضبوطة وتخبل. إن شاء الله يعجبكم. هسه خلونا ويا المقادير وطريقة العمل حتى نسوي أطيب كيكة. هنا حبايبي بالخلاط راح أنزل 3 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ، أنزل عليها كوب من السكر، وهنا حبايبي عندي برش البرتقال، تقريبا أخذت حبايتين من البرتقال وبرشتها بهذا الشكل، راح ينطي لنا نكهة كلش طيبة بالكيكة. وهنا عندي ظرف من الفانيلا، همينة راح أنزلها وأخلي ملعقة من الخل الأبيض. راح نسد الغطا ونخليها بالخلاط تقريبا دقيقتين، تنخلط كلش زين. وهاي بعد ما خلطناها لمدة دقيقتين، هسه هنا عندي كوب من عصير البرتقال، أخذت كمية من البرتقال وعصرتها بهذا الشكل. عندي هنا حبايبي نفس الكوب، كوب إلا ربع من الزيت، همينة راح أخلطها لمدة دقيقتين، تنخلط عندي كلش زين. هسه هنا صارت عندنا الخليط جاهزة، راح أنزلها بهذه الكاسة، وبعدها راح أخلي فوقها الطحين. طبعا هنا عندي كوب من الطحين، نخلطها بهذا الشكل. عندي ظرفين من البيكنج باودر، كل ما نخلي طحين نخلط بهذا الشكل على مود تختفي عندنا الطحين بشكل كامل. وهذا كوب الثاني من الطحين، همينة راح أخلط حتى تختفي بالكامل. هنا حبايبي آخر شي عندي نصف كوب، راح أنزل فوقها ملعقتين كبار من النشا، يعني صارت عندنا الطحين الكلي كوبين ونص طحين وملعقتين كبار من النشا. أخلط بهذا الشكل كلش زين، صارت عندنا الخليط جاهزة. عندي هنا بايركس، شوية خليت زيت، أدهنها كلش زين وأنزل الخليط الكيك. طبعا ندخلها الفرن تقريبا تاخذ 40 دقيقة، أنا خليتها على درجة 180 من الأسفل. بعد تقريبا 40 دقيقة راح أشيكها وأحمر الوجه، وتصير عندنا بهذا الشكل الحلو. صراحة لونها كلش حلو، لأن برش البرتقال وعصير البرتقال ينطي لنا لون كلش حلو. هذه شكلها ما شاء الله ارتفعت عندنا وهشة بشكل، وطعمها كلش طيب. بس تشوفون شلون هشة واسفنجية. هذه حبايبي شكلها. طبعا اني ما خليتها تبرد، بس شوية ارتاحت، مباشرة قطعتها على مود اشوف لكم شلون ما شاء الله حلوة مستوية وطعمها كلش طيب. هذه كانت وصفتنا اليوم حبايبي، ان شاء الله عجبكم. اتمنى تسوون نفس المقادير حتى تطلع عندكم نفس الشكل ونفس الطعم اللي اني سويتها. ولهنا حبايبي انتهت الفيديو اليوم، ان شاء الله اشوفكم بفيديوهات ثانية. لا تنسون ادعموا الصفحة والقناة بلايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة، لان دعمكم يهمنا كلش. واشوفكم بخير ومع الف سلامة.